المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. اسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم المفضل الدردشة الصباحية. لو انتم متعرفوش فانا طالبة في كلية تمريض، ومن اول اسبوع في الجامعة واحنا بننزل نتعامل مع مرضى حقيقيين، ويعني بشر حقيقيين عندهم امراض. وبتبقى اليوم الكلينيكال بتاعنا او يوم المستشفى. احنا بيبقى عندنا يومين، يوم في الجامعة يعني في المعامل بتاعة الجامعة كده، ويوم مستشفى. يوم المستشفى ده بتبقى المريض، وبعدها احنا على حسب المرض بتاعه بندرسه، وبعد كده نخش له. يعني قصة طويلة كده. بسبب الموضوع ده وان احنا بقينا نتعامل وننزل مع مستشفيات وحاجات حقيقية، بقيت بحس ان الصحة دي نعمة كبيرة جدا. انا يمكن ما كنتش بشكر ربنا عليها كفاية. بقيت بحس ان هي ممكن نحطها تحت مسمى النعيم المعجل في الدنيا. حتة ان الانسان يبقى قادر يصحى كل يوم الصبح وينزل شغله او ينزل جامعته او ينزل يعمل اي حاجة وهو ما بيتألمش، دي ادركت قد ايه هي حاجة كبيرة قوي، وان هي ده يعني احنا خدناها، احنا ألفنا النعمة. في اول الدراسة بصراحة كنت مسترخمة موضوع ان احنا ننزل 6 ايام في الاسبوع، اللي هو ليه يا جماعة؟ مش مستاهلة يعني. ليه الكليات الطبية تنزل 6 ايام في الاسبوع؟ كنت بصراحة مسترخمة الموضوع قوي في الاول. لكن بعد ما بدأنا ننزل مستشفيات ونتعامل مع مرضى، أدركت إن نعمة إن الإنسان أصلا قادر يصحى دي نعمة، وإن أنا صاحية جسمي مش واجعني وما عنديش أي أمراض دي نعمة، وإن أنا بتنفس طبيعي دي نعمة، وإن أنا عندي سرير ومتدفية دي نعمة، وإن أنا عندي أكل وأقدر آكل في أي وقت أنا عايزاه دي نعمة، وإن أنا أقدر أشرب دي نعمة. ويمكن دي نقدر نقول عليها بجد من الجوانب الإيجابية أوي في الكليات الطبية، إن هي بتخليك مع الوقت واحدة واحدة تبدأ تدرك تاني النعم اللي انت ألفتها، وقد ايه لا ده مش طبيعي. دي نعمة المفروض ابقى بحمد ربنا عليها. مش طبيعي ابدا ان يعدي يوم في التاني في التالت في اسبوع في التاني في شهر في التاني وانسى من غير ما احمد ربنا على نعمة الصحة، على نعمة البصر، على نعمة السمع، على نعمة ان انا قادرة اتكلم وقادرة ابلع وقادرة اشم واتكلم. كل النعم، وان انا ما بتألمش. دي حاجة كنت حابة اتكلم عنها، اللي هو النعيم المعجل. الحاجات اللي احنا المفروض نبقى بنشكر ربنا عليها كل يوم، لكن احنا يعني ألفنا النعمة من كتر ما هي موجودة، ما بقيناش حاسين بقيمتها. استشعرت قوي حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. لما كنت بسمع الحديث ده كان بيبقى في نفسي شيء من اللي هو، عارفين الاحساس اللي هو ايوه المفروض ابقى كده، بس اللي هو ايه، ما كنتش بستشعر قوي ان هي نعمة. كنت ببقى المفروض احمد ربنا عليها، بس ما كنتش بستوعب اهميتها لغاية بقى ما بدأنا فعلا نتعامل مع مرضى من يعني من الألم. هما فعلا ما بيبقوش قادرين ياكلوا، ما بيبقوش قادرين يشربوا، بيبقوا مثلا عاملين عمليات كده، فبيبقى حياتهم فعلا صعبة. حتة النوم دي مثلا لوحدها، ينام نص ساعة ويصحى وينام 10 دقايق ويصحى، مش قادر حتى ابسط حاجه اللي هي النوم مش قادر يعملها، مش قادر ياكل. في ناس بتبقى عندها مثلا مشاكل في الكلى، بتبقى ممنوعه ان هي تشرب مثلا او تاكل حاجات معينه. حاجات بالنسبه لنا فعلا من كتر ما احنا متعودين عليها هي حاجات بديهيه، لكن لا، احنا فعلا يعني يا رب سامحنا على كل مره نسينا نحمدك فيها. اتمنى اتمنى بجد من الحاجات اللي انا اتمناها ان انا ما انساش بعد كده احمد ربنا على الحاجات دي، وان انا افضل مستشعره المشاعر اللي انا حاساها دلوقتي، اللي هو قد ايه الحاجات دي فعلا نعمه من نعم ربنا فعلا اللي احنا الفناها. وسبحان الله من كرم ربنا، رغم ان احنا بننسى نحمد ربنا ونشكر ربنا على النعم دي اللي هي نعم مهمه جدا، وبننسى نشكره عليها لان احنا الفناها، برضو ربنا برحمته وعطائه بيرزقنا الصحه وكل النعم التانية اللي احنا لو قعدنا نفكر فيها بجد مش هنقدر نحصيها. رغم كده ربنا لسه بيدينا.
يعني الإنسان فعلا بيخجل من كرم ربنا.